لو فتحت ألبوم صور في أي بيت مصري بالصدفة وركزت شوية في ستايل لبس زمان هتلاحظ إن كل كام سنة في حاجة بتتغير، الفيت بيتغير، الألوان هي اللي بتتغير، الستايل كله بيتشقلب، وكأن كل جيل كان بيتعمد يلبس بطريقة مختلفة عن اللي قبل. بس الحقيقة إن الموضوع ما طلعش عشوائي ولا بالبساطة دي، هي مش مجرد موضة بتتغير وخلاص. كل ستايل في مصر في فترة معينة كان وراه سبب واضح وانعكاس لحياة كاملة بيعبروا بيها عن يومهم وظروف حياتهم والطريقة اللي شايفين نفسهم بيه. طب ايه اللي كان بيحصل كل فترة يغير ده؟ هل احنا اللي بنتغير ولا ظروف الحياة هي اللي بتفرض علينا الشكل اللي بنظهر بيه؟ الحقيقة ان اللبس والستايل كان دايما النتيجة مش البداية، لحد ما وصلنا للي احنا فاكرينه ستايلنا دلوقتي. بس اصل الحكاية بدأ قبل كده بكتير. اول ستايل فعلي في مصر ما كانش ليه علاقه بالشياكه خالص، وده بدا في القرن ال16 تقريبا وقت الحكم العثماني في مصر. ساعتها كنا متاثرين جدا بالستايل التركي والشرقي في الحياه عموما، وطبعا في الستايل وقتها اللبس كان كله ماشي على الستايل الواسع زي الجلابيه والقفطان. طبعا كانوا بيلبسوا طبقات فوق بعض وبناطيل واسعه تحتها مع شويه تفاصيل زي الحزمه والعبايات التقيله المفتوحه، وده كان بيدي شكل فيه هيبه شويه من غير ما يضايق في الحركه. كان الشكل ده منتشر في المنطقة العربية كلها وفضل مكمل لفترة طويلة جدا، وده ببساطة لأنه كان مناسب لظروف الحياة وقتها. الناس كانت شغالة طول اليوم، بتتحرك كتير، مفيش قاعدة ثابتة، ومع الجو الحر أغلب السنة، فكان لازم اللبس يبقى مريح واسع يسمح بالحركة من غير ما يضايقك أو يقيدك. الجلابية ما كانتش مجرد شكل منتشر، دي كانت أكتر حاجة مناسبة ليومهم وشغلهم، ومع الوقت بقى ده هو اللبس الطبيعي لأي راجل في مصر بغض النظر عن طبقته أو شياكته. والاختلاف الوحيد وقتها كان بيبقى في الخامات او التفاصيل، لكن الفكره الاساسيه كانت واحده. طب امتى الراجل المصري بدأ يهتم بشكله ويغير الستايل بتاعه؟ شكل اللبس في مصر بدأ يتغير فعلا لأول مرة مع بداية حكم محمد علي في أوائل القرن ال19، لما كان عايز يخلي مصر تبقى أقرب لأوروبا في الجيش والتعليم وشكل الدولة عموما. التغيير ده انعكس كمان على اللبس، فابتدينا نركز مع لبس الأوروبيين عندنا وتأثرنا بيهم. القمصان، البناطيل القماش المتفصلة، وكمان البدل، ودي طبعا كانت نقلة كبيرة في الستايل وقتها. الناس بدأت تتشد لللبس الأوروبي لأنه ما كانش شكله بس، كان بيقول حاجه عنهم. اللي يلبسه ساعتها كان بيبان انه متعلم او شغال شغلانه كويسه او قريب من طبقه اعلى في المجتمع. فبقى اللبس وسيله تعبر بيها عن نفسك وعن مكانتك، مش مجرد حاجه لابسها وخلاص. مع الوقت ناس كتير في مصر بقت بتلبس كده، خصوصا وسط موظفين الحكومه وسكان مثلا وسط البلد، وبقى هو اللبس الطبيعي في الاماكن الرسميه. وحتى في المناسبات مثلا زي الافراح كله بقى لابس فورمال. ومن هنا بدا الراجل المصري يركز في شكله وفي الصوره اللي بيظهر بيها قدام الناس، مش في راحته في اللبس بس. طب سيبك من كل ده وتعالى للجيل اللي عمل نقلة حرفيا بقى في ستايل المصريين لحد دلوقتي. جيل التسعينات. قبل السوشيال ميديا كانت السينما هي اللي بتحدد ستايل اللبس وقتها، عشان كانت تقريبا هي الحاجة الوحيدة اللي الناس بتشوف منها اللبس وتقلده. لو ركزنا في الافلام اللي كان فيها شباب في الفترة دي زي مثلا صعيدي في الجامعة الامريكية، حمام في امستردام، الافلام دي هنفهم ليه ستايل المصريين كان عامل كده. هتلاقي ان اللبس كان ليه شكل معين، جينز واسع، قمصان ملونة، جاكيتات جلد، وده كان بالظبط اللي منتشر في الشارع وقتها. ما كانش في حاجة اسمها ترند، وقتها هم شافوا ده فقلدوه بكل بساطه. خصوصا كمان ان كل شخصيه في الفيلم كان ليها ستايل مختلف بيعبر عنها، في واحد روش، في واحد جدع، في واحد شعبي، فبقى ستايلك مرتبط بالشخصيه اللي شبهك، بترتبط بيه وبتقلده زي ما هو. عشان كده كان اي شكل لشخصيه معينه بينزل الشارع بسرعه وبينتشر، وتلاقي كله لابس نفس الستايل. الناس وقتها كانت اجرأ، ما كانوش بيخافوا يجربوا اي حاجه جديده، بالعكس. وطبعا التأثير ده ما كانش مؤقت، لان حتى دلوقتي مع السوشيال ميديا والانفلونسرز وكل اللي حوالينا ده برضو لسه في حاجات من الوقت ده بنلبسها لحد دلوقتي، مع اختلافات بسيطه طبعا مناسبه لحياتنا دلوقتي، زي مثلا البنطلونات الاوفر سايز. مش حاجه جديده، هي بس اتعمل لها ابديت شويه. طب نيجي بقى للجيل بتاع دلوقتي، ليه فعلا ستايله مختلف عن اي جيل قبل كده؟ الفرق الاساسي ان الجيل ده بقى عنده اكسس لكل حاجه من الموبايل، في ثواني يقدر يشوف ستايلات في كل حته في العالم، على عكس الاجيال اللي قبل كده. بقيت تشوف ناس شبهك بتلبس ايه وتجرب على نفسك، مش مستني فيلم ينزل ولا ممثل يظهر عشان تقلده. كل حاجه بقت اسهل، فبقى عندك حريه اكتر انك تعرف بتحب ايه وتختاره بنفسك، مش بيتفرض عليك انه بتاع الوقت ده. وده اول مره يحصل بالشكل ده في مصر. وكمان بقى في وعي اكتر بالتفاصيل، الناس بقت
بقت تركز في الفت، في الالوان، في الحاجات اللي بتليق مع بعض، مش مجرد لبس وخلاص. بقيت عارف شكل جسمك، عيوبك، مميزاتك، وايه اللي هيبقى حلو ولايق عليك. كمان بقى في جرأة اكتر في التجربه، ناس كتير بقت تجرب حاجات ما كانتش بتلبسها قبل كده، وده خلى في تنوع اكبر في الستايل اللي بشوفه يوميا على الناس. هتقولي طيب ليه مع كل الحاجات المختلفه دي برضو بنلاقي ناس كتير لابسه شبه بعض؟ لان ببساطه المرجع زمان كان السينما زي ما قلنا، لكن دلوقتي احنا بنمشي ورا الترند، نفس الريلز نفس الفيديوهات بتطلع لنا كلنا، فبقى كله بيتفرج على نفس الحاجه وعايز يلبس نفس اللي بيشوفه. حتى لو الاختيارات كتير، في حاجات بتواجهك وانت مش واخد بالك. وغير طبعا اي حاجه بتتكرر قدامك كتير، عقلك بيبدا يترجم لك انها الصح، فتتشد ليها من غير ما تاخد بالك، وتحس مثلا ان في حاجه هتفوتك لو ما جربتش الحاجه دي، وانت في الاخر فاكر انك بتختار. فانت حر، بس طبعا في تاثيرات تانية هي اللي بتحرك. طب هل في ستايل مصري معين الفترة دي؟ في، بس مش ستايل واحد ثابت، هو ميكس ما بين حاجات كتير، شوية من التسعينات اللي بقت ترند تاني، شوية من بلاد أوروبية، شوية من طبيعة الحياة في مصر، سواء بقى في الجو أو في الحركة أو في الشارع أو الأماكن اللي بنروحها حتى في يومنا. كل حاجة بس بنسخة ريميكس شوية. احنا في مصر هنا اللي بنخترع الستايل شوية بنفسنا، اللي عايز يلبس حاجة بيلبسها، مفيش ستاندرز أو سورس واحد بنرجع له زي ما كنا بنعمل زمان، بس شوية حاجات كل واحد بيعملها بمزاجه بيسميها الستايل بتاعه. ودي طبعا مش حاجه وحشه، عشان كده كل واحد في مصر لبسه بقى شبهه، بيعبر عنه بالحلو والوحش، في الوانه بقى، في شكله، في ستايله، في كل حاجه تقريبا. من اهم الحاجات اللي عملت تحول مبهر في شكل الستايل الكام سنه اللي فاتوا كان اللوكال براندز مثلا. اللي حصل دلوقتي مش مجرد ترند، ده فعلا يعتبر تغيير حقيقي. هم فعلا عاملين الفرق اللي الناس محتاجاه، مهتمين احنا بنلبس ايه، بننزل ازاي، بنقضي يومنا فين، بناء على ده بيبنوا المنتج من الاول. بقى في تركيز واضح على الماتيريالز والفيت والفينش بشكل محترم، وده طبعا وصلنا ان احنا نعتمد عليهم بشكل مش زي زمان. بقى في ثقه في المنتج المحلي انه يقدر ينافس ويتطور مع الوقت. في براندات مصريه كتير بقت مستواها عالي جدا لدرجة انها تقارن ببراندات عالمية معروفة. فالخلاصه يا صديقي ان اللي بنشوفه في اللبس دلوقتي احنا اللي عملناه نتيجه تراكم سنين طويله، كل فتره سابت بصمتها من غير ما ناخد بالنا. اللي بقى مختلف هو احنا مش الزمن، كل واحد ليه ظروفه اللي بيريحه ويكمل يومه ويعبر عن شخصيته. انا شايف ان المرونه في الموضوع ده هي ميزته وعيبه في نفس الوقت، لان كل واحد بقى يلبس على مزاجه، فده هيخليك تطلع بستايل جامد ومختلف ومميز عن باقي الناس. يا اما هتلبس حاجات مالهاش علاقه ببعض وتبقى تايه ولبسك شكله غريب. فالحريه مش دايما حاجه حلوه، وطبعا في الاخر ده اختيارك انت اللي بتحدد شكلك وستايلك رايح على فين. وبس كده. احب جدا اسمع ارائكم في الموضوع ده في الكومنتس، نتناقش فيها مع بعض، ولو الموضوع ده عجبكم ممكن نتكلم فيه بتوسع اكتر. واتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم حاولوا تدوسوا على زرار اللايك، ده فعلا بيفرق في انتشار الفيديو. وما تنسوش تعملوا لي فولو على انستجرام وتيك توك، بنزل هناك حاجات جديده ومختلفه كل يوم. سلام.